مساء الخير، معاكم حنان تشانل. النهارده هننضف كده روتين بس عميق شويه لارضيه البلكونه والريسبشن. انا هنا فضيت البلكونه، كنت غاسله كوتشيات وحاجات وسايباها، وكنت غاسله السجاد. بنضف بقى تنظيف عميق شويه عشان العيد وكده، فكنت سايبه السجاد ينشف. وهنا قلت افضي البلكونه ومش نافع بقى مسح عادي وكده، فقلت هفضي البلكونه كده. فضيتها وقلت بقى ايه، ندلق بقى ميه ونغسل روتين جامد شويه. فضيت كل البلكونه وقلت ازعفها. فضيتها خالص هنا، وبدات بقى التراب انزله الاول، لان انا مبحبش امسح بميه، احس الدنيا طينت خالص، فاحب انزل التراب الاول واكنسها واعمل السلك، وبعد كده امسح بقى على ايه، على نظافه. هنا بقى زقيت الترابيزه وبدات بقى اجيب ميه بصابون، وادعك بقى السفل والارضيه بقى عشان كان فيها زي بقع، والسفل بتاع الحيطه كان كله بقى تراب بقى وطينه من الجو وكده. فقلت بقى ايه، شويه مسحوق كده والمقشه، وادعك في الارضيه شويه، بحس كده الارض بتنضف اكتر ويبقى المسح اسهل كمان. تنظيف طبعا يعني انا مش دايما بعمله، يعني انا دايما بكون احب ابقى عامله روتين جامد. هنا بقى مليت الجردل الميه، وقلت بقى ايه، ادلق ميه. بصوا، يعني انا لو ما كنتش بقى كنست كانت بقى اضعاف التراب ده، وكانت اتطينت اكتر. الميه برضو ما بتكون ميه نازله غير ما بنمسح بالشرشوبه وكده، المسح العادي مش بينضف. احب ادلق ميه كده، بحس ان الترابه كمان كلها بتنزل، احس بهوا نضيف. هنا نزلت بقى كل الميه، ورحت جايبه الشرشوبه بقى ميه نضيفه بكلور بقى بمعطر، وقلت ايه امسحها. هنا بقى مسحتها ودخلت على الريسبشن، لان الميه دخلت على الريسبشن جوه. برضو جبت جردل وفي الصابون، قلت اعمل السفل بقى بالمره عشان الميه دخلت على الريسبشن جوه، لان الالوميتال بيدخل من تحتيه ميه. بصوا البقع في الارض، فما كانش ينفع غير كده، ما كانش ينفع غير ميه بصابون ورغاوي بقى ونديها في الارض. هنا بقى بصوا، بعد ما عملت الخطوه دي قلت بقى اجيب ميه وادلق بقى على الحيطان، نفس اللي عملته في البلكونه. بصوا السفل بيلمع، انا كده تحسي ان الحيطه نطفت. تمسحي بقى، تمسحي على نظافة بقى بالجر بقى، ممكن بالمساحة او بالشرشوبة زي ما انت عايزة. هنا بقى جبت الشرشوبة، بدأت بقى ألم في المية وأنضف الأرضية. الموضوع ده بقى أعمله بقى بدري، وبحب أصحى بدري أو أقوم أخلص اللي ورايا. ومش شرط ان انت تعملي الشقة كلها مرة واحدة، يعني لو تعملي كل يوم جزء هيبقى سهل عليكي، غير ما انت تعملي كده على الوش لأ. يعني انا كنت مهملة شوية الشقة، فبصوا كانت النتيجة كده. هبدأ ارجع بقى العفش ده كله زي ما كان، هو تقيل جدا، بدأت ازقه. بس بعد ما زقيته همسح بقى باقي الريسبشن الارضيه اللي باقيه. انا مش هفرش السجاد دلوقتي، زي ما قلت لكم انا غاسله السجاد كله، بس انا قلت المع بقى تلميعه وهمسح الارض تاني. همسح بقى كل المكان هنا في الارض. على فكره انا بستخدم كلور الوان في الارضيه، بيخلي الارض تلمع تلمع تلمع. بصوا انا غيرت المية كذا مرة، فمش عايزة اقول لكم. اتمنى الفيديو يكون خفيف، وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوا.